بعيد. باتريك بيعمل مفاجأة لحبيبته وبيحط خاتم جوه الفراولة وبيطلب منها الجواز، وأديلين بتوافق بحماس. بس فجأة باتريك بيجيله تليفون من المصور بتاعه وبيقوله إنه معرفش يصور اللحظة بسبب الشمس اللي كانت داخلة في الكادر. المصور بيطلب منه يعيد اللحظة مرة تانية، فباتريك بيتعصب عليه وبيقول له صورها صح بقى المرة دي. وبعد المكالمة باتريك بيقرر يطلب الجواز من أديلين وهي بتوافق تاني. بيتصل بالمصور عشان يتأكد إنه صور صح، بس أديلين بتخطف منه التليفون علشان تتكلم، وفجأة سهم بيخترق دماغ باتريك وبيموته في ساعتها. أديلين بتصرخ من الصدمة وبتجري تهرب، والقاتل بيجري وراها. بعد شوية بتستخبى في شجرة صغيرة، بس القاتل بيتصل بيها من موبايل باتريك وده بيكشف مكانها، بيرمي عليها سهم بيصيبها في رجليها وبتبدأ تجر رجليها وهي بتحاول تهرب. في الآخر بتوصل لمكان بيبيعوا في النبيت، وبتقابل هناك فرد أمن وبتترجاه يساعدها. لكن قبل ما يلحق يعمل أي حاجة القاتل بيظهر وبيحدف عليه سكينة فيها علامة قلب وبيموته. أديلين بتكمل جري وهي مرعوبة وبتستخبى جوه تانك معدني كبير.